رسالة للشاب المصري. الرسالة دي هي إجابة سؤال اتسألت لي كتير جدا 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 جدا. انت ليه عندك البيج كلها بنات؟ ممكن تقول لي؟ هقولك يا حبة عين امك. بص يا حدقة، البيج عندي كلها بنات لسبب واحد بس: شعري، دقني، تفاحة، على عين، على من الآخر كده واد مز. أنا واد كيوت، أنا هانسون. ده اللي انت عايز تسمعه، لان ده اللي انت شايفه في البنت. شايف ان البنت بتبص للولد على الاساسيات دي، ولا بتبص لشخصيته، ولا بتبص لكينونته، ولا بتبص لاي حاجه غير بس شكله. عشان كده عزيزي المصري الشاب المتخلف، انت مش تعيش في البلد دي اكتر من 10 سنين ويجي لك قرار ازاله. يا اما انا هستغنى عن الجنسيه المصريه اللي انا الحقيقه بستعار منها بسببك، بسبب ان انا بيتقال عليا شاب مصري. مين الشاب المصري؟ الشاب المصري ده زي الفل، زي البنت المصريه، اجدع احسن ناس. احنا احسن ناس، احسن من غيرنا، بس احنا اللي بنوحش نفسينا. انت اللي بتوحشنا، انت اللي بتوحش منظرنا. البنت دي زيها زيك يا ابني، البنت دي زيها زيك بالظبط. نفسها تبقى حاجه، نفسها تبقى سفيره، وزيره، رئيس الجمهوريه، بس بسبب واحد مريض زيك ما بتبقاش حاجه. تبقى خايفه من انها تعمل اي حاجه حد يتكلم عليها. دلوقتي البنت دي تتكلم معاها نفسك تبقى ايه؟ نفسي ابقى كذا كذا كذا، بس عشان انا بنت في مجتمع زي ده الحقيقه مش هعرف. ليه في مجتمع زي ده؟ بتقول في مجتمع زي ده انا عارفه ان هي عايشه مع متخلفين عقليين اسمهم رجاله، وما في الحقيقه خرفان. انتوا خرفان. لما تبقى تفكيرك كله منحصر في الحاجات الشكليات والضيقه دي، يبقى انت زيك زي، يعني لا مؤاخذه مش هقولها، مش عارف، انت ما تستاهلش ان انا اغلط فيك حتى. تاني حاجه بقى، انا بكره الشباب المصري. اكيد مش كله، في رجاله محترمين على عيني وعلى راسي، بس الفئه العظمى انا بكرهكم كره العمى، ونفسي اسيب البلد منكم. اقسم بالله انتوا عملتوا انتفاخ في المثانه. عارفين يعني إيه انتفاخ؟ خلاص نفختوني، مش قادر. انا بفكر والله اعمل لكم هاشتاج اسميه الحراق. انا عارف ان انا بقيت على السوشيال ميديا دلوقتي بحرق ناس كتير قوي قوي. مين الواد اللي البنات بتحبه ده؟ مش بيحبوني، هما بيحترموني زي ما انا بحترمهم بالظبط. احنا اللي بينا احترام، ولا بقى حب ولا اهات ولا عروق ولا شعر ولا الكلام ده خالص. احنا اللي بينا احترام. احترمك تحترميني، احترمك تحترمني. انما انت يا شاب يا مصري يا معفن يا جربوع ما تستاهلش مني احترام. عشان كده في الشارع انا بطالب اي بنت ان لو اي حد في الشارع ضايقها او عاكسها، اقرب واحد جنبها شايفاه راجل تستغيث بيه. مش بنت تعاكس في الشارع وكل واحد بيتفرج زي الاهبل، كل واحد بيتفرج بتتعاكس. طب ما تتدخل، انت مش راجل؟ ده انت مش راجل؟ اتدخل، اعمل اي حاجه، اعمل حاجه مفيده، خلي البنت دي تدعي لك حتى. انا خلاص بقى نشوف اي واحده في الشارع بتتعاكس بقينا نقف نتفرج. وكل حاجه اسهل حاجه في بقنا في لساننا. بص لبسها عامل ازاي، ما لازم تتعاكس طبعا. لازم بيتهم ازاي كده، ازاي تنزل من بيتها زي هي عايزه. انا لو في الشارع ماشي وجنبي واحده ماشيه ملط، هي حره، انا ما ببصلهاش. هي عايزه نفسها كده، هي حره. يتقال بقى عليها كده، يتقال عليه اللي يتقال عليه، بس ما نتعداش خصوصيتها، ما نجرحهاش بكلمه، ما نضايقهاش. انما احنا اسهل حاجه علينا: ايه يا بنت الحلاوه دي، ايه يا بنت الطعامه دي، ايه يا بنت الجمال ده، يخرب بيتك. مش قرفان من نفسك وانت بتعمل كده؟ يا معفن يا جربوع. اخر حاجه عايز اقولها لكم، لان عارف ان الكلام مش هيعجبكم، وعارف ان انتوا هتبقوا محروقين قوي. وعشان تبقوا محروقين قوي انا عملت لكم هاشتاج اسمه هاشتاج الحراق. عايز تقول لي حاجه عليه اتفضل، انا معاك سامعك. بس ايا كان اللي هتقوله والله العظيم ثلاثه في الاخر طز. بحب البنات، بحب البنات. اكيد مش هحب ولاد. بحب البنات ان هم كائن يتحب، هو ربنا خلقهم عشان يكملونا نحبهم. انتوا بقى بوظتوا منظرنا، بوظتوا حياتنا، بوظتوا اصلا شكل العلاقه. فعشان كده طز فيكم.